مسلسل اتينا ده متهيألي انه هيعيش شويه. كان في واحد بوكس منه حقيقي بس علم هنا 15 حلقه، وقت مناسب انك تعمل فيه لغز اكتر من كده يبقى دمه تقيل فعلا. ما اقعدش ادي مبررات، بالعكس انا بعترف على نفسي على اي حاجه حتى لو ما عملتش اصلا. شخصية يوسف يوتيوبر تشوفها طيبة وبعد كده تشوفها شريرة، يعني حضرت لها ازاي؟ هو الحقيقه كان مكتوب كويس، يعني الشخصيه مكتوبه كويس، باين ان هو شخص عنده درجه بسيطه من الانتهازيه، او ان هو يعني ميكيافيلي شويه، اللي هو الغايه تبرر الوسيله، ان هو ممكن يعني يستخدم اساليب ملتويه عشان يوصل اللي هو عايزه. ده كان اوريدي باين يعني، فما كانش صعب قوي يعني. شفت ردود فعل الناس ازاي على السوشيال ميديا، وكل واحد كان بيصور مثلا الكلب بتاعه هو انت اتينا. ده كان لذيذ طبعا وكان حلو قوي، وانا كنت مبسوط قوي من الحاله دي، لانه البازل واللغز وكده اللي معمول في المسلسل مش مزعج يعني، مش ممل، دمه مش تقيل يعني ساعات بيبقى الحاجات دي بتبقى ممله مثلا، بس 15 حلقه يعني وقت مناسب جدا انك تعمل فيه لغز اكتر من كده يبقى دمه تقيل فعلا. وكمان انه في احداث وفي اركس وفي خطوط للدراما شايله الحدوته، مش بس البحث والجري ورا اللغز. فمحمد ناير الحقيقه وعلي ويحيى طبعا اسماعيل كاتبين عمل كان انا فخور بيه قوي. متهيألي انه هيعيش مسلسل اتينا ده، متهيألي انه هيعيش شويه. في مشهد خناقة كده ليوسف، ضرب ده كان حقيقي ولا كواليس؟ هي كان في واحد بوكس منه حقيقي بس علم هنا، في واحد بس. يوسف كان عنده مبررات لأي حاجة غلط بيعملها، ايه أكتر مبرر طلعته وانت صغير عشان تطلع من حاجة؟ فيش، انا كنت طفل مؤدب جدا يعني لما بعمل مصيبه بتعاقب على طول، يعني ما اقعدش ادي مبررات، بالعكس انا بعترف على نفسي على اي حاجه حتى لو ما عملتش اصلا. طب لو كان عندك مشروع في الجامعة واترفض، هتعمل زي مين في جروب اتينا؟ محمود التعصب ولا زينة، ولا هتعمل زي مين؟ بص الحقيقه الموضوع ده فعلا تحس انه مهم بجد يعني رد فعل محمود عشري على اللي حصل، انا في رايي ان هو ما كانش رد فعل ذكي، ولكن هو طبيعي انه يبقى في السن ده، يبقى في حد، يبقى الشاب يبقى بالحماس ان هو يبقى عايز يشهر سيفه ويواجه، بس دي مش اذكى طريقه، لانه في الحاله دي انت لازم تحسب كويس قوي كل خطوه هتعملها. فلو انا في السن ده ساعتها متهيألي كنت هغلط نفس الغلطه. هي ايمان السعداوي عارفه انه ده في الاخر عيل بالنسبه لها، فتعرف تسيطر عليه، تعرف كده. بس لو حد يعني عنده خبره اكتر انسانيه وعمليه، اكيد مش هيبقى رد فعله كده.